الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي المشاهدين، حبيباتي، بناتي وأبنائي، كل سنة وانتم طيبين. أهلا وسهلا بكم في قناتي الحياة بتتغير. تحب أقول لكم على حاجة أحسن اختراع الشعب المصري، اختراع يثبت للعالم كله إن احنا شعب متضافر متآزر مع بعضيه، شعب بيحب بعضيه وعايز يساعد بعضيه بأي طريقة. لما يكون في حد فينا محتاج مثلا يجوز بنته، يجوز ابنه، ومحوش فلوس، تلاقي كم واحد من أصحابه في الشغل، في البيت، في الجيران، يجي يقول له احنا هنساعدك وهنخليك تجهزه بأحسن جهاز أو تجوزها أحسن جوازة، وتجيب لها كل اللي نفسها فيه من غير ما يجرحوا مشاعره ولا يضايقوه ولا يعملوه أي حاجة تحسسه إن هو مثلا مقصر، أو هو ما عملش أي حاجة، أو مش موفر أي حاجة للزمن زي ما بيقول. حتى اللي وفروا للزمن دلوقتي الدنيا غليت وما نبهم غير إنهم وفروا من القليل وجاعوا وجوعوا عيالهم، وبعد كده الدنيا غليت وولعت، والفلوس اللي كانوا محوشينها ما بقالهاش لازمة. لا ينفع يجوزوا بيها عيل، ولا يشتروا بيها بيت، ولا يعملوا اي حاجة من اللي كان نفسهم فيه. هو كده الحال الايام دي، بس الحمد لله احنا احسن من غيرنا. ايه هو الاختراع بقى اللي اخترعه الشعب المصري؟ اخترع حكاية الجمعيات. يعني ايه الجمعيات؟ اللي ما يعرفهاش في الدول العربية، يعني مجموعة من الاشخاص بيجتمعوا مع بعضهم، كل واحد يدفع مبلغ من المال. يعني مثلا يدفع 1000 جنيه، ويجتمع هو ومجموعة من أصحابه، إن كانوا 10 20 30 حتى 50، وكل واحد هيدفع زي التاني ما دفع، أو يدخل بنصيب أكبر. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد يدخل مثلا ب1000، ويقول التاني يقول أنا هدخل ب2000، التالت يقول مثلا أنا هدخل ب500، وهكذا. دي اسمها جمعية. يعني ايه جمعية؟ يعني مجموعة بتجمع مع بعضيها وتعمل مبلغ كبير على بعضيه، بيدوه لشخص واحد بس. الشخص الواحد ده بياخد المبلغ الكبير ده، يقضي المصلحة اللي هو نفسه يعملها. يعني عايز يجوز ابنه، يشتري بيت، يشتري أرض، يشتري شقة، يشتري عربية، يعلم ابنه في مدرسة خاصة أو كلية خاصة أو أي حاجة، كل واحد حسب ظروفه. وواحد بس اللي بيدير المشروع ده أو الجمعية دي منهم، طبعا متطوع، يعني ليس له فيها ناقة ولا جمل، غير إن هو بياخد الأجر والثواب من رب العباد. فالنوع ده من التكافل أحلى حاجة في بلدنا. لو واحد فقير نفسكم بتساعدوه، كل مجموعة من الأشخاص مثلا كل واحد هيدفع 200 جنيه، والتاني 200، وده 200، والتاني 200، بيكونوا مع بعضيهم مبلغ على بعضيه. لأن لما يبقى مثلا 200 في 10 أشخاص تبقى 2000 جنيه. مثلا لو واحد دفع 1000 جنيه في 10 أشخاص ب10 آلاف جنيه، وهكذا. يعني الناس على حسب مقدرتها. التجار بيعملوها كل يوم، يعني كل يوم تاجر من التجار بيتولى أمر مثلا الموضوع ده، بيلم من كل واحد فيهم مثلا 1000 جنيه في اليوم، ويجمعهم كلهم، وبعد شهر يديهم لواحد من التجار يمشي تجارته ويوسع عليه ويوفر له سيولة كاملة حسب الدخل بتاعه، وتجارته تتوسع وترتاح على حسب المبلغ اللي هو داخل بيه الجمعية دي. فأنا حبيت أقول الفكرة دي للناس اللي ما يعرفوهاش. حتى الغناي، لو حد طلب منكم تدخلوا جمعية، ومش محتاج انت ولا عايز فلوس ولا عايز اي حاجة، وتقول انا فلوسي في جيبي، او انا احطها في البنك، او احطها في البوسطة، انا ايه اللي يخليني ادي فلوس لحد؟ دي تعتبر صدقة من الصدقات، الخير بتعمله، وانت
طالب ثوابه من ربنا. من تدي قرشك النهارده لواحد محتاجه، وتقول مثلا انا هقبض الاخير في الجمعيه، او انا هقبض قبل الاخير، او قبضوني في اي وقت تكون قبضتوا فيه المزنوقين، انت كده هتاخد ثواب واجر كبير من عند ربنا، ومن عند كل اللي وسعت عليهم، كل اللي جوز ابنه وسهلت له موضوع الجواز. هتاخد ثواب انك اعففت شاب مسلم، او اعففت شابة، او اخواتنا كلنا اخوات في الوطن وحبايب، وكلنا مسلمين ومسيحيين، كلنا بنعمل مع بعض جمعيات وبنشترك مع بعضينا وبنبقى بنتكافل مع بعضينا بكل الحب والود والتعاون، وندي اللي هو محتاج اكتر، ونقول لا ده خد، ده مزنوق، ده هيجوز ابنه النهارده مثلا بعد فترة خليه ياخد الاول. دي بتشتري شقة وعايزة تدفع قسطها، دي تقبض كده بدري. مثلا واحد عايز يشتري يدخل ابنه جامعة خاصة، وانتوا عارفين مصاريف الجامعات الخاصة غالية خالص، لا ياخد. واحدة مثلا عايزة تدخل عيالها الدراسة ومش عارفة تظبط أمورها، مش عارفة تشتري لبس المدارس والحاجات اللي محتاجينها عيالها في أول دخول المدارس، أو على الأعياد، أو على رمضان. كل واحد بيرتب أموره ويقول اللي هيتولى أمر الجمعية ده قبضني انا الاول، قبضني التاني، انا عندي ظروفي كذا، انا عندي ظروفي جايزه، ويحاولوا يوفقوا مع بعضيهم ويدبروا امورهم مع بعضيهم، بحيث ان ايه كل واحد يرتاح. والغني اللي هو اغنى واحد فيهم، او يعني اللي ربنا غنيه، هو بيقول لا انا قبضوني في الاخر. يا جماعه، كل اللي يقول لكم على الفكره دي حاولوا تنفذوها سوا. ان كنتوا شباب مع بعضيكم نفذوها مع بعض، هتنفعكم خالص، وهتفرحوا بعض بيها، وهتسهلوا امور بعضيكم. ان كنتوا عايزين تعملوا مشروع، كل واحد هيعمل مشروعه بسرعة، مش هيستنى لما حد يسلفه. طبعا دلوقتي الناس كلها تعبانة، واللي بيسلف حد بيقولوا زي ما بيقولوا السلف تلف والرد خسارة. الجمعية لا، مش سلف. الجمعية دي حاجة هتديها بعزة نفس وكرامة نفسه، وضامن انها ترجع. بس طبعا لما يدخلوا اشخاص مع بعضهم يبقوا اشخاص مضمونين، يبقوا مثلا اصحاب في الشغل، جيران مع بعضيهم، او واحد يتولى امر، مثلا واحد يقول واحد من قرايبي مزنوق في كذا، يبقى هو الضامن قدام اللي ماسك الجمعية او اللي عامل الجمعية، ان هو ده اللي هيتولى امر توصيل الجمعية في كل شهر للي بيعمل الجمعية، عشان دي تعتبر فلوس دين على الواحد، لازم يأديها في ميعادها المحدد، سواء كل شهر، كل 15 يوم، على حسب ما اتفق المجموعة المشتركين مع بعض في الجمعية. دي فكرة حبيت اقولها للي ما يعرفهاش. لو انت ربة بيت وليكي جيران اعمليها مع جيرانك. لو انت مثلا طالبة في الجامعة اعمليها مع صحباتك اللي في الجامعة. لو طالبة في المدرسة او طالب في المدرسة اعملها مع اصحابك. لو انت واحد بتشتغل تاجر، اعملها مع اصحابك التجار اللي معاك في الشارع او حواليك او اللي تعرفهم. هتؤدوا مصالح كتير، وتهونوا على نفسيكم وعلى اللي حواليكم قضاء حاجات كانوا تعبانين ومش عارفين يعملوها ازاي، والتزامات مش عارفين يوفوها، بدل القروض وبدل السلف، وبدل ان الواحد ينام مهموم. اعملوا مع بعض جمعيات. الجمعيات دي احسن حاجة ممكن ترجع لكم كل اللي نفسكم تعملوه. تعملوا مشروعات زي ما انتوا عايزين، تشتروا شقق زي ما انتوا عايزين، عربيات زي ما انتوا عايزين، تجوزوا ولادكم، دخلوهم كليات ومدارس زي ما هم يحبوا، توسعوا على نفسكم في رمضان، في الأعياد، تشتروا لبس جديد. كل واحد على حسب الحاجة اللي نفسه يعملها يعمل جمعية، هيدفع قرش هيرجع له زي ما اتفق مع أصحابه، إن كان 10 مرات، 20 مرة، 50 مرة، على حسب العدد اللي داخلين في الجمعية. ودي فكرة بقولها ليكم، وتعتبر بند من بنود التوفير اللي عايز يوفر. ادخل ب200 جنيه
ب500 جنيه على حسب مرتبك أو حسب ميزانيتك أو حسب يا ست بيت، حسب مصروف بيتك. ادخلي حتى ب50 جنيه، هتلاقي انك انت اشتريتي حاجة نفسك فيها، شلتيها لوقت انت محتاجاه فيها. في اي وقت محتاجة هتتفقي مع صاحب الجمعية ان يقبضك في الوقت ده، هتلاقي فلوس معاكي وسيولة تشتري اللي انت عايزاه، تعملي اللي انت عايزاه. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. والجمعيات في رمضان أحسن حل لكل حاجة، وهي صدقة بتعمليها مع كل اللي بنفسه يجيب حاجة مش قادر عليها أو يعمل حاجة مش قادر عليها، وخير وثواب هتكسبيه من ربنا سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.